من فوق مأذنة مسجد زغلول انطلقت صيحة الله أكبر، وبدأت معركة للمقاومة ضد الاحتلال. تعالوا نحكي حكاية مسجد زغلول اللي ما كانش بس مكان للصلاة، ده كان بداية النصر على حملة فريزر. مسجد زغلول أقدم وأكبر مسجد في رشيد، اتأسس سنة 1587 في القرن الستاشر على يد الحاج نصر زغلول، وده كان تاجر كبير في رشيد، واتلقب بمسجد الجامع علشان شبه مسجد الجامع الأزهر. ما كانش بس للصلاة، كان للتعليم والدروس. تعالوا أقول لكم ليه الناس كانت بتقول عليه مسجد الألف عمود. المسجد فيه حوالي 244 عمود رخامي، وده طبعا رقم كبير من الأعمدة، عشان كده الناس سموه مسجد الألف عمود كنوع يعني من المبالغة المجازية. سقف المسجد على شكل قباب صغيرة على الطراز العثماني. 1807 المسجد كان مركز المقاومة الشعبية ضد حملة فريزر بقيادة الشيخ حسن كريت، اللي ساعتها اجتمع برشيد لوضع خطة لمواجهة الحملة. ساعتها اتفقوا على الانسحاب وإخلاء الشوارع للعدو، ويستخبوا على أسطح المنازل بالأسلحة، وانتظار صيحة الله أكبر من فوق مأذنة مسجد زغلول. وهنا بدأت المعركة، وفعلا الخطة نجحت ووقعت الحملة الفرنسية في الفخ. تعالوا أحكي لكم هو ليه أكبر جامع في رشيد. عشان بيتكون من جامعين، واحد قديم بيرجع للعصر المملوكي وده في الجهة الغربية وتعرف باسم دواني عشان اللي أنشأه كان بيتولى الديوان في المدينة. الجزء التاني هو الحديث اللي أسسه نصر زغلول، وده أحد مماليك السيد هارون. مع مرور الوقت المسجد اتأثر جامد بالمياه الجوفية وبدأت تخرب فيه. في 2006 المجلس الأعلى للآثار بدأوا يرمموه. في 2018 فتحوا أول مرحلة من الترميم ورجع المسجد تاني. مسجد زغلول مش بس جامع نصلي فيه، ده مدرسة وساحة معركة، ورغم كل اللي مر عليه لسه موجود وبيحكي حكاية مدينة قاومت ورفعت راسها للعدو. وبكده أنا خلصت مسجد زغلول. يلا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستنى الفيديو الجديد من رشيد.